السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايين النهاردة نتكلم عن أشهر وأكبر الخرافات اللي موجودة في التمرين وفي الأكل. يلا بينا. أول خرافة بتقول إن النسكافيه بيوقف الحرق. المعلومة دي غلط، لأن النسكافيه والقهوة فيهم كافيين، والتي أثبتت علميا إن هي بتزود الحرق، كمان بيساعد على نزول الوزن لأنه فيه مضادات أكسدة. تاني خرافة بتقول المكملات بتجيب عقم وسرطان وبتترسب على الكلى والكبد. المعلومة دي غلط. المكملات زيها زي أي أكل عادي، ملهاش أضرار جانبية أو آثار جانبية لو استعملت صح، وطول ما أنت بتاخد النسب بتاعتها صح وكليتك كويسة عمرها ما هتترسب في الكلى. الكلام ده مستحيل، اللي بتجيب عقم هي الهرمونات. تالت خرافة بتقول إن العقلة بتطول، وإن تمارين الرجل بتوقف النمو وتأثر. المعلومة دي غلط، لأن تمرين العقلة بيشتغل على الظهر وعلى الاكتاف والدراع، ملوش أي تأثير على الطول. أما تمرين الرجلين فهو بيشتغل أصلا على هرمون التستوستيرون وعلى هرمون النمو، اللي أصلا ممكن يساعدك في إنك تزيد طول ونمو، مش العكس أبدا. رابع خرافة بتقول إن جسمك مش هيستفاد لو أنت أكلت أكتر من 30 جرام بروتين في الوجبة الواحدة. المعلومة دي غلط، لأن كل الأبحاث الجديدة اللي طلعت بتثبت إن مهما كانت نسبة البروتين في أكلك لو جسمك محتاجها هيهضمها، وإلا ما كانش طلع نظام الانترميتنت فاستنج اللي هو الصيام المتقطع، اللي هو عبارة عن وجبتين بس في اليوم. خامس خرافة بتقول إن البنت ما ينفعش تشيل حديد ولا تتمرن حديد في الجيم، لأن هيطلع لها عضلات زي الرجالة. المعلومة دي غلط، لأن الرجالة عندهم هرمون التستوستيرون اللي بيسبب نمو وبناء العضلات. الستات عندهم نقص في الهرمون ده، مقابل ان هم عندهم زياده في هرمونات الانوثه، فتمرينك هيخلي شكلك احسن وصحتك احسن. سادس خرافه بتقول ما ينفعش اشرب ميه وسط الاكل او بعد الاكل لان ده بيجيب كرش. المعلومه دي غلط خالص. الميه مفيده في اي وقت وفي اي مكان وزمان، ملهاش اي علاقه بالكرش. سابع خرافه بتقول ان العضلات بتتحول لدهون لو انت سبت التمرين. المعلومه دي غلط. العضلات والدهون انسجه مختلفه، ما ينفعش واحد يتحول للتاني، استحاله. الفكرة بقى اللي بتحصل ان انت لما بتريح من التمرين وبتاكل نفس الاكل، العضلات الشدة اللي كانت عليها والتمرين اللي كان عليها راح وانت بتاكل نفس الاكل، فنسبة الدهون بتاعتك بتزيد. تامن خرافة بتقول تمارين البطن بتنزل الدهون اللي على البطن. حط المعلومة دي في دماغك. عضلات يعني تمرين، دهون يعني دايت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مفيش عضلات هتطلع لك من غير تمرين، ولا دهون هتنزل بدون دايت. يعني الخلاصة، لو عايز دهون البطن تنزل بتطبق عليها الدايت بتاعك مع التمرين تبين عضلات البطن بس. تاسع خرافة بتقول لازم تاكل كل 3 ساعات علشان وزنك ينزل ومعدل الحرق بتاعك يزيد. حط القاعدة دي في دماغك، عدد الوجبات مش أهم من عدد السعرات. تمام؟ يعني مش شرط انك تاخد وجبات كتيرة، قد ما هو شرط انك تاكل اقل من احتياجك علشان تخس. وعشان كده عملوا نظام الصيام المتقطع اللي اتكلمنا عليه قبل كده، اللي هو بتاكل فيه وجبتين بس طول اليوم، وهو من اكتر الانظمة اللي اثبتت كفاءتها.